بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. أستعين بالله على ألا أظلم أو أظلم. حبيباتي وأحبائي الكرام، أهلا بكم معايا ولحظة انتباه جديدة. موضوعي النهاردة هيكون موضوع كل بيت، موضوع مصر كلها، مش قاهرة ولا جيزة ولا أسوان ولا سويس، موضوع كل جمهورية مصر العربية. عايزة أتكلم يا جماعة على مأساة الأسعار. الناس تعبت قوي. بصوا في وشوش بعض، هتلاقوا مفيش ابتسامة، مفيش سعادة، مفيش حب، مفيش أي حاجة، وكل واحد عايز يخبط اللي جنبه بأي حاجة. الناس في حالة يرثى لها. على فكرة، مش بس القطاع الفقير، لا، ده القطاع الفقير اللي هو بقى يشمل اللي هم أدنى الدخول مع متوسطي الدخول. حتى يا جماعة اللي معاهم فلوس برضو بقوا يعني مرعوبين، وبرضو خايفين على القرش اللي معاهم لأنه بيتبخر وبيروح حتة حتة، فكله تعبان. مأساة الأسعار دي هي بقت مأساة فيها تبجح شديد جدا، مأساة محدش قادر يوقفها، بقت مأساة حقيقية. بعض السلع احنا مش لاقيينها. على فكرة هي موجودة، بس التجار وجشع التجار مخبيينها علشان بعد كده يطلعوها بالأسعار الغالية، وده بيحصل كل فترة، بيعملوا نفس القصة. طبعا كل أنواع المنتجات في البلد غليت غلاء فاحش، سكر، رز، كل حاجة. طب يعني حتى السمك اللي بيتم صيده من البحار، ايه تكلفته؟ يعني تكلفته، العربيات اللي بتنقل هي دي تكلفته. بقى الضعف الطقطقين. يعني انا اعرف حاجه مثلا كانت بقرش تبقى قرش ونص مثلا، لكن ابص الاقي القرش بقى 5 قرش، بقى ب5. لا، كل حاجه تضاعفت بفظاعه. طب انا شايفه ايه رايي في الموضوع ده؟ انا شايفه ان هو لا رقابه ولا حمايه للمستهلك ولا ايد قويه للتجار وجشع التجار. الحكومة فشلت فشل ذريع في السيطرة، مفيش أي خطة ماشية. كأن الحكومة المواضيع دي مش في دماغها خالص. المواضيع مهتمية، الحكومة عندها اهتمامات أخرى بحاجات أخرى، آخر اهتماماتها الشعب. والرئيس مش هيعمل كل حاجة، هو حاطط حكومة لكده، بس للأسف الحكومة دي مش مظبوطة. الحكومة دي استنفذت أغراضها خلاص، هي مش عارفة تسيطر على حاجة. رقابة ضعيفة جدا، تجار مصر محتكرين، وبالتالي مفيش أي حد قادر إن هو يوقفهم. بالتالي حكومتنا هي اللي مضيعانا، مش أنا بس اللي بقولها، كلنا بنقولها في جملة واحدة، إن الحكومة هي اللي مضيعانا. ناهيك بقى عن فواتير برضو الكهرباء والغاز والمية، والنت اللي معلوش أي أنواع رقابة. الضرايب بتتاخد يا جماعة، ضرايبنا كلها بتتاخد من المنبع وبمبالغ كبيرة جدا. آه، ولما بيجي يقولوا في زيادة دلوقتي للموظفين، في زيادة للمعاشات، تبص تلاقي الزيادة لو كانت جنيه، تلاقي التاجر في ثانية رفع حاجته إلى الضعف على طول. يبقى مفيش فايدة يا جماعة، ملهاش حل. كأن الناس ما بتاخدش حاجة، الناس اتعدمت، الناس فعلا تعبانة. طيب السيد الفاضل رئيس الجمهورية قال لنا حاجة، قال يا جماعة في حل، لما تلاقوا السلعة غليت عليكم ما تشتروهاش. طب سيدي الرئيس، أنا عايزة أقول لك حاجة، لما نلاقي كل السلع غليت بما فيها العيش والرز والسكر والزيت والبطاطس والسمك واللحمة والفراخ، كل حاجة في الدنيا غليت، حتى الكهرباء اللي عايشين بيها، حتى المية اللي عايشين بيه، حتى الغاز اللي عايشين بيه، كله غلي، حتى البنزين يا جماعة، حتى البنزين. طب نعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ يعني مش هنقدر نقطع يا فندم، مش هنقدر نقطع السلع كلها وإلا هنموت من الجوع، ما ينفعش هنقطع ايه ولا ايه ولا ايه، لا لازم لنا حل تاني. وبعدين انا عايزه اقول كمان نقطه مهمه جدا، البنزين اللي عمال يغلى كل يوم والتاني، طب هنعمل فيه ايه ده كمان؟ يا ترى
هنستبدل العربيات بعجل بقى ولا هنمشي على رجلينا؟ يعني يا ريت ادونا حل بقى، ولا نلغي العربيات ونخلي التكاتك بقى، يبقى التوك توك هو الوسيلة الرسمية اللي موجودة لكل شعب مصر، والغوا العربيات بقى ونقفل على عربياتنا ونعمل كده. قولوا لنا حل بقى، قولوا لنا حل، لان بجد احنا تعبنا. كله تعبان، محدش يقول ده مش تعبان، لا كل الناس تعبانة، كل الناس بتعاني. هو بقى امر لا يطاق، امر بقى مفروض علينا، امر احنا اصابنا اليأس، حاسين ان مفيش مفر وان مفيش حل. وبصوا على وشوش الناس تاني، بصوا على وشوش الناس، بصوا على الاكتئاب. بصوا يا جماعة الأسعار، الدكاترة، أسعار المستشفيات. لو حد ما عندوش تأمين صحي ويروح يعمل شوية تحاليل بتاعت مثلا حمل ولا حاجة، 3000 جنيه وهو واقف، فورا 3000 جنيه. دي اللي هي معمل كذا ومعمل كذا، المعامل الرسمية المعتمدة في مصر. ازاي متسبب الأسعار دي؟ طب هو في ناس كتيرة ما عندهاش تأمين صحي يا جماعة، مش شرط كل الناس عندها تأمين صحي. المستشفيات وغلوها، لا نسيب المريض يموت، لا بقت حاجة بصراحة حدث ولا حرج. يعني أنا بناشد تاني القيادة السياسية يتدخل لرحمة الشعب. حضرتك مسؤول عن الشعب ده، حضرتك ربنا حطك ان انت تكون العين اللي تحمي الشعب ده. الشعب ده بيموت، الشعب ده تعب. سيادتك لو الحل في تغيير حكومة، تيجي حكومة تشتغل بجد، هتغير الحكومة. ما ينفعش الحكومة دي تستمر السنوات دي كلها واحنا في النازل في النازل في النازل اقتصاديا. طبعا تمت حاجات كويسة جدا في البلد وكل حاجة، احنا ما بننكرش ده، لكن نمبر 1 بالنسبة لأي مواطن مصري المام، الأكل، العلاج، التعليم، رجاء الاهتمام بينا، عشان بجد احنا تعبنا قوي. كلمات مأثورة: وإذا اشتد الكرب فاعلموا أن فرج الله قريب. اللهم فك كربنا وأزح همنا وفرج ضيقتنا وارزقنا رزقا حلالا يكفينا وابعد عنا كل ما يؤذينا. نقولها كمان. إذا اشتد الكرب فاعلموا أن فرج الله قريب. اللهم فك كربنا وأزح همنا وفرج ضيقنا وارزقنا رزقا حلالا يكفينا وابعد عنا كل ما يؤذينا. أنا واثقة وأنا عارفة إن رئيسنا هو أب لكل الناس، هو اللي هيلحقنا، هو اللي إن شاء الله هينقذ الشعب من اللي هو فيه. أخيرا وليس بآخر، أستودعكم الله وإلى لقاء قريب جدا ولحظة انتباه جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.